نصت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس صباح اليوم على المتهمين في قضية ما يعرف ببراكة الساحل بقبول الحكم الاستئنافي شكلا والحط من الأحكام من 3 و4 سنوات إلى 2 سنين. وصدرت الأحكام بحق كل من محمد علي الجنزوعي وعبد الرحمن الجسمي ومحمد الناصر العليبي وعبد الله القلال. ووصف محامي المتهمين الحكم بالظالم والجائر والقضاء بعدم الاستقلالية وتبعيته المطلقة لأجندات الحكومة حسب تعبيره. وأضاف بأن لسان الدفاع عن المتهمين سيلتجئ إلى محكمة التعقيب. من حيث المبدأ أقر الخروق التي وقعت فيها محكمة البداية من حيث الأصل ومن حيث الإجراءات في خرقها لأحكام فصل 101 حيث أنها أدانت دون عنصر إسناد، وفي خرقها لأحكام الفصل الخامس من مجلس الأجل الجزائية حيث أنها أدانت رغم أن الأجل التتبع في هذه الدعوة بقضية براكة الساحل حتى وإن كانت صحيحة سقطت منذ 1994 في شهر جويليا. وهذا يؤكد أن حال القضاء لم يتغير.